السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. القصة اللي توصلت بها اليوم واللي غادي تسمعوها ماشي فيلم، هي قصة حقيقية وقعت لواحد المرأة مغربية في مدينة آسفي. تخيلوا أن أقرب الناس اللي مفروضين يوقفوا معها في محنتها هما أول ناس خذلوها وتخلاو عليها، منهم الزوج ديالها اللي مفروض يكون سند ليها، وحتى خوتها اللي ما تحركوش جهتها. فقط شخص واحد اللي قرر يمد يد المساعدة، ولكن المشكلة أنه ما عندوش القدرة. في هذه الحالة واش ممكن الإنسان يقدر يعيش وسط هذا الضغط العائلي بلا ما ينهار؟ ولا كنتو كتظنوا أن العائلة في هذه القصة هي الأمان؟ نبغي نقول لكم تسناو وسمعوا هذه المشكلة حتى الاخر، حيت كل لحظة فيها مفاجأة. والمشكلة كتقول: السلام عليكم، لوستي مسكينة دارت كسيدة خايبة وتشلات، وخواتاتها البنات كاملين مزوجات، وحتى وحدة فيهم ما بغات تهزها ولا تكلف بيها. راجلي جا عندي وقال لي واش تقبلي نجيبها لعندنا للدار، وانا الصراحة جاوبته بكل صراحة وقلت له ما نقدرش، حيت صحتي على قد الحال وعندي وليدات صغار كياخذوا ليا كل وقتي وكل جهدي. قلت له الا بغيتي تجيبها جيب معها الخدامة، هي اللي تقابلها وتقوم بأشغالها، وانا من جهتي نتكلف لها غير بالماكلة، اما شي حاجة اخرى ما قداش عليها بصراحة. راجلي قال لي ما عندوش باش يخلص الخدامة، واقترحت عليه يتشارك هو وخوتو ويخلصوها مجموعين، ولكن خوتو كاع ما بغاو وقالوا حتى هما ما عندهمش. والمشكلة هي أن راجلها ملي تشلات طلقها وولدها بقى عنده. دابا راجلي مسكين واحل وباقي كيرغب في خوتو غير باش يتعاونوا معاه على الدواء ديالها واليقوش ديالها، ويجمعوا غير باش يجيبوا ليها اللي تقابلها. وانا راه كلمتي وحده، الماكله عليا ولكن الخدمه راها فوق طاقتي. وبغيت نعرف رايكم في القرار اللي خديت. وفي الاخير السيده محتاجه تسمعكم، محتاجه راي كل وحده فيكم. كتبوا ليها في التعاليق شنو تقولوا ليها، يمكن كلمه منكم تجاوبها على سؤالها. وكرأيي الشخصي انا اختي المستمعه، ماشي ذنبك إلا قلتي أنا ما قادراش. كل إنسان عنده حدوده، التضحية بلا حدود ماشي حب، والواجب العائلي الحقيقي هو المشاركة بيناتهم. أما من الجانب الإنساني بغيت نقول لك أختي، ربي جاب لك الخير حتى لعندك ورفضتيه. إلا كان راجلك مزيان معاك ومهلي فيك ديري معاه هذا الأجر، والله ما تعرفي الخير منين يجيك. عمري قلبك بالله ونظمي وقتك وربي غادي يبارك لك فيه، وديري الخير بصدر رحب ونوي بيه لوجه الله. اما الا ما بغيتيش اختي رايك يحترم، انتي حره وانتي تعرفي، ولكن الزمان راه دوار ممكن يقلب الادوار. وفي الاخير نبغي نقول ان الزوجه حاولت تساعد باللي قدرت عليه، وخا الحقيقه صعيبه، ولكن واش خوت الزوج غادي يتحركوا في المستقبل ولا لا؟ واش الزوج غادي يلقى حل ولا لا؟ هنا الحلقة سالات، ولكن المشكلة مازال ما وقفاتش. إلا عجبتكم الحلقة ديروا لايك وشاركوها مع شي مرة ممكن تكون محتاجة تسمع هذا الكلام. السلام عليكم.